السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحل. والله لما طلبوا مني ان انا اجي محل لسه جاي من مكان تاني ونيجي هنا، يعني انا شرفني ان انا موجود في وسطكم النهارده. انا جاي تعبان جدا، كنت عيان قوي، لكن لما اشوف الناس الحقيقه والروعه دي والموسيقى الحقيقه حسيت كده انا عايز ارقص. تسمحوا لي بالرقص؟ طيب. اكتر حاجه كلنا عايزين نتكلم عليها النجاح. الناس بتتكلم عن النجاح، كل واحد عاوز ينجح. مين فيكم عاوز ينجح؟ مين عاوز يخش الجنه؟ مين عاوز يخش النار؟ مش حد. حد يقول لك انا عايز اخش اتجف حبه كده وبتاع. كلنا عاوزين ننجح، ودي حاجه بنسميها يونيفرسال، يعني حاجه عامه بالنسبه للانسان. كل ما في الامر لما تقول لك ادي النجاح قدامي وانا عاوز اوصل له، وله تفاصيل كتير. النجاح مع الله سبحانه وتعالى، النجاح في صحتك، النجاح في شخصيتك، النجاح في علاقاتك، النجاح في عيلتك، النجاح في اجتماعياتك، النجاح في شغلك، والنجاح في فلوسك. فلما تيجي تتكلم عن النجاح سهل قوي ان انا اقول نكلم النجاح. انا لفيت كتير قوي حوالين العالم وبلغات مختلفه في اكثر من 34 بلد حوالين العالم، وشفت كل انسان هو الانسان حوالين امريكا او في اوروبا او الصينيين او اليابانيين او الهنود، او شفت كتير قوي العالم العربي 14 مره بلد. ما فيش انسان لما تقول عاوز تنجح ولا طبعا عاوز انجح. طب النجاح بالنسبه لك عباره عن ايه؟ معنى ايه؟ ايه معنى النجاح بالنسبه لك؟ ايه معنى السعاده بالنسبه لك؟ ايه معنى التوازن في الحياه بالنسبه لك؟ ممكن انسان يكون ناجح جدا في حياته المهنيه والماديه، لكن يكون مش ناجح في حياته الصحيه، انه يهمل صحته. او ممكن يكون ناجح في دول بس يهمل عيلته، او ناجح في كل دول بس يهمل علاقته مع الله سبحانه وتعالى. فبص